مساء الخير للجميع. مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من آراء أكاديمية. ضيف حلقة اليوم هو مفكر وكاتب روائي مغربي، الدكتور إدريس القنبوري، مغربي حاصل على الدكتوراه في علم مقارنة الأديان. مارس الصحافة لمدة 20 سنة، قام بالمشاركة في عدة مؤتمرات ولقاءات في المغرب وخارجه. له إنتاجات عديدة من بينها سلفي فرنسي في المغرب، الإسلاميون بين الدين والسلطة، شيوعيون في ثوب إسلامي، وكانوا شيعان، ومؤخرا كتاب وجها لوجه مع الشيطان، وهو إصدار باللغة الإسبانية في سنة 2018. مرحبا بك دكتور إدريس القنبوري في أهلا. برامج الرابطة المغربية للشباب والطلبة. أهلا، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة من الرابطة المغربية للشباب والطلبة، وأشكرك كثيرا أستاذ حنان على هذه المحاورة أو المسامرة الليلية الرمضانية. مرحبا. مرحبا أستاذي الكريم، بداية وفي ظل جائحة كورونا أو ما يعرف بفيروس كوفيد-19، هل يمكن القول أن التطرف ما زال على حاله أم أنه تغير بسبب التحولات المفاجئة التي يعيشها العالم؟ نعم، يعني بداية لابد من القول بأننا الآن يعني نعيش ظرفية خاصة على الصعيد، لا أقول العالمي، الآن على الصعيد الإنساني عامة، لأن اليوم أصبح الكثيرون يتحدثون خطابا إنسانيا أو خطابا إنسانويا. الكل يعني من جميع الثقافات، من جميع الأديان، من مختلف القارات، أقوياء، ضعفاء، يعني حتى الانقسامات التي كانت موجودة في السابق، العالم المتقدم والعالم المتخلف والعالم الثالث، العالم الأول إلى آخره، كل هذه العوالم اليوم أصبحت عالما واحدا، وهو عالم الإنسانية. والناس تتحدث عن كيف يمكن إنقاذ البشرية، ما هو الطريق الأنجع اليوم لكي لا نستمر في هذه الطريق التي أدت بنا إلى ما نحن فيه اليوم. أود أن أشير بأنه يعني قبل يومين جريدة البايس الإسبانية كانت خصصت يعني ملفا حاورت فيه أو عطت الكلمة فيه ل 75 شخص من العالم، من بينهم خبراء، فلاسفة، مفكرون، خبراء في الإعلام، في الاقتصاد، رجال سياسة لهم وزن سابقون في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية، وكلهم أجمعوا على أننا اليوم يعني نعيش مرحلة تهديد الجنس البشري بأكمله. بمعنى أننا اليوم أمام أسئلة جديدة، وحتى يعني الأسئلة القديمة السابقة والمقاربات السابقة أصبحت، أنا في اعتقادي أصبحت اليوم مقاربات تقليدية. مسألة التطرف إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية سوف نجد أنه خلال هذه الفترة، يعني 3 أشهر تقريبا من هذه الجائحة، منذ أن بدأت من الصين ثم شملت العالم كله، ظهرت يعني أشكال وأنواع مختلفة من التطرف، وأكاد أقول يعني تطرف حقيقي. تطرف حقيقي كيف؟ إذا عرفنا التطرف وهو انبعاث تلك النزوعات الحيوانية الكامنة في الإنسان بوصفه كائنا بشريا، انتقل من مرحلة الطبيعة إلى مرحلة الثقافة والحضارة. وهذا هو التعريف الحقيقي للحضارة، للإنسان المتحضر، هو أنه ينتقل من مرحلة الطبيعة، مرحلة التوحش ومرحلة الصيد ومرحلة المشاعة الجنسية ومشاعة اقتصادية ومرحلة العنف،
العنف العاري الى بناء المؤسسات، بناء الدوله، الانتاج الفكري، البحث عن التعايش مع الاخرين. خلال هذه الجائحه اكتشفنا بان الانسان المتحضر يمكن ان يعود الى مرحله الطبيعه بسرعه، وهذا ما حصل. بمعنى العوده الى الطبيعه اي العوده الى الاشكال البدائيه للعنف، العنف الانساني. مثلا في عديد من البلدان الاوروبيه لاحظنا بانه، وهذا ما كتبته الصحافه العالميه، المئات من الاشخاص يعني قتلوا في ملاجئ للمسنين والعجزه، قتلوا بالاهمال وبالتخلي عنهم، وكأن هناك سياسه لدفع العجائز وكبار السن الى ان يموتوا بشكل حر. وهذا يعني كما قلت في الصحافه العالميه، وهذا بالصور وبالتقارير الاعلاميه. بمعنى الغرب الذي كان يتكلم قبل سنوات قليله وقبل شهور ايضا السنه الماضيه في فرنسا كان يناقش في البرلمان الفرنسي قضيه ما يسمى بالموت الرحيم. الموت الرحيم بمعنى ان الاشخاص الذين لديهم امراض مزمنه ميؤوس منها او بلغوا من السن عتيا، هؤلاء يجب قتلهم لكي يستريحوا، ليس باختيارهم وانما باختيار ذويهم بدون استشاره معهم. وهذه من القوانين الوحشيه، لكن تناقش في برلمانات ديمقراطيه. اليوم مع جائحه كورونا هذا الموت الرحيم يطبق بشكل عام على مجموعه من آلاف او مئات الاشخاص من العجائز. فهذا بالنسبه لي تحول كبير جدا جوهري في هذه الحضاره المعاصره، عوده من الحضاره الى الاشكال البدائيه للعنف. في الولايات المتحده الامريكيه تم العثور على عشرات الاشخاص الذين توفوا في مقرات لشركات دفن الاموات او شركات نقل الاموات بالاهمال، يعني كما لو انهم مجرد حيوانات. اكتشفنا ايضا بانه في الولايات المتحده الامريكيه عندما بدات هذه الجائحه خرج يعني الالاف من المواطنين لشراء الاسلحه. وعندما سئل هؤلاء يعني كانت الاجابات مختلفه، بعضهم تخوف لان هناك من لديه اصول اسبانيه، صينيه، هنديه الى اخره. هذه القوميات او الاقليات القوميه تخوفت من العنف، ونحن نعرف ان المجتمع الامريكي مجتمع عنف. لكن هذه الجائحه وهذا الاقبال الكبير جدا على شراء الاسلحه كان يبين بان المواطن الامريكي يدرك بان هناك فائض من العنف في مجتمعه، وبالتالي يجب ان يحمي نفسه. وانا اتذكر يعني مقوله كان قالها، لا اتذكر اسم جيدا، يعني فيلسوف فرنسي، يعني قال بانه في المجتمعات الاوروبيه تبدو الحضاره يعني على مستوى السطح يعني تبدو مجتمعات متحضره، لكن يكفي انك تعطل القانون لايام معدودات وسوف ترى العجب العجاب. بمعنى ان يعني لولا يعني الردع القانوني وسلطه الدوله كنا يعني سوف نرى كثير من العنف المتوحش في هذه المجتمعات الاوروبيه. والان ظهر بالفعل ان الدول على المستوى الرسمي، كما ضربت هذه الامثله، على المستوى الرسمي هذا العنف يلقى الرعايه، موت العجزه، الاهمال، الصراع ايضا بين البلدان الاوروبيه وداخل الاتحاد الاوروبي، الاتهامات باختلاس الاطنان من الكمامات وتحويل الطائرات التي كانت متجهه الى هولندا او الى ايطاليا، البلدان ترفض المساعده الطبيه لبلدان اخرى الى اخره. يعني رجعنا اليوم الى طقوس العنف البدائي، وهذه
هذا في ظرف شهرين فقط، يعني 3 اشهر او 4 اشهر بدات الجائحه في اسبانيا في الصين، ثم انتشرت البلدان العالميه الاخرى. يعني ظرف شهرين تقريبا الان، في ظرف شهرين ظهر كل هذا. لنا ان نتصور اذا استمر الوضع لمده سنه يعني كيف سيكون الحال. اذا انا اقول بان هذه المرحله ولدت اشكالا جديده من العنف. الاشكال القديمه اصبحت اشكالا يعني كلاسيكيه او متجاوزه، لم نعد الان نتحدث عن عنف جماعات شاذه سواء داخل العالم الاسلامي او المسيحي او اليهودي وانما او البوذي، وانما اصبحنا نتحدث عن عنف يلقى الشرعيه من لدى الدول الاوروبيه والمتحده الامريكيه. هذا بدون ان نعطي امثله كثيره جدا ونرجع الى السنوات التي خلت القليله الماضيه، العنف الذي يمارس في مجموعه من البلدان الافريقيه، العنف الذي تمارسه المتحده الامريكيه في امريكا الجنوبيه، في العراق، في افغانستان، في عدد من البلدان. اذا انا اعتقد ان الان هذه المرحله، هذه الجائحه، يجب على البشريه او القوى الكبرى العظمى ان تستفيد من الدروس، ان تستفيد من الدروس على اساس ان حياه القوي في هذا العالم رهينه بحياه الضعيف. يعني لا يمكن للقوي ان يستمر في التاسف على الضعيف وفي التعامل بعنجهيه وبنوع من التوحش مستقويا باسلحته او بقوته او جبروته على اساس ان ذلك الطرف الضعيف لا يستحق الحياه الكريمه ويفعل به ما يشاء. في افريقيا نعرف ان يعني مجموعه من البلدان ومجموعه من المجازر ومجموعه من الصراعات القبليه كان وراءها الغرب، كانت وراء اوروبا. هذا في وثائق وفي دراسات، لكن يتم التستر عليه. وحتى فيما يتعلق الان بالاتهامات التي توجه الى بعض الجهات بين الصين وبين امريكا على اساس ان هذا الوباء كورونا مفتعل وخرج من مختبرات وصنع تصنيعا، هذه الطريقه، هذه المنهجيه تم سلكت تجاه بلدان افريقيه طوال هذه العقود. كان يتم يعني ابتكار الجوائح وابتكار يعني فيروسات ونشرها وسط المجتمعات الافريقيه للتقليل من اعدادهم، لانهم يعني يشكلون عبئا على البلدان القويه. تذكر يعني قبل عامين تقريبا عندما توجه ماكرون الرئيس الفرنسي الى النيجر وخطب في النيجيريين وقال يعني كانه رئيس دوله النيجر كان يقول لهم يجب ان تحدوا من النسل، يعني لكي تحققوا النمو والتطور يجب ان وهذا كان لقي يعني انتقادات كثيره من لدن الصحافه النيجيريه والصحافه الافريقيه بشكل عام. فاذا يعني اريد ان اقول بان الغرب يجب الان ان يستفيد من هذه الوضعيه التي نعيشها اليوم، وان كما قلت ان حياه الضعيف رهينه بحياه القوي، رهينه بحياه الضعيف. يعني يجب ان يعيش الطرفان. والان يعني جائحه كورونا ساوت بين الجميع، ساوت بين الجميع. بالامس كانوا يتحدثون عن العولمه سوف تشكل قاطره التنميه الاقتصاديه بالنسبه للبلدان المتقدمه. الان ظهر ان العولمه ليست دائما بهذا الشكل الذي كانوا هم يتصورونه. العولمه الان اصبحت تحمل الفيروسات وربما اصبحت يعني قادره على اباده الجنس البشري سواء كان من الضعفاء او كان من الاقوياء. صحيح. نعم. كلامكم أستاذي يجرني لروايتكم الرجل الذي يتفقد بالغيم، والتي كانت لإنتاج سنة 2016. وأنا أتصفح الرواية، قرأت على لسان عبود الذي هو البطل: سبحان الله، بالأمس كنتم تصفقون لي عندما كنت أقتل من أجل البلد كله، واليوم تريدون سجني عندما قتلت من أجل القرية. أجابوه: اليوم ليس أمس، اليوم صار هناك قانون ودولة. برأيكم أستاذي، هل يمكن إرساء اختيار المواطنة الحاضنة للتنوع في منظومة قانونية تجرم الخروج عن الدين؟
لا هذا إشكال. هذا الحوار الذي استشهدت به هو يعني في سياق معين داخل الرواية. الرواية أنا كنت أتطرق فيها إلى ظاهرة يعني كنا يشكو منها المغاربة، هو يعني كيف أن حسابات الاستقلال ليست حسابات المقاومة، وبالتالي أن يعني الكثيرون يعني فوجئوا بالشكل الذي أعقب الشكل السياسي وعدم القدرة على التعايش الذي أعقب مرحلة الاستقلال. خير دليل هو تكاتل الحركة الوطنية وتصفية الحسابات والانقسامات التي حصلت، وأيضا يعني المقاومون الذين قاوموا في الجبهات حقا، هؤلاء يعني تم تهميشهم على حساب يعني السياسيين. فالمقاومة حصلت على الاستقلال والذي جنى الثمرة هم السياسيون. لكن هذا موضوع آخر. فيما يتعلق بقضية التعايش أو المواطنة الحاضنة للتنوع، إمكانية حاضنة للتنوع، ويعني إمكانية صياغة قانون لمحاربة التطرف. لا ازدراء الأديان، أو ماذا قلت؟ قلت السؤال. نعم، السؤال الأخير. قلت هل برأيكم يمكن إرساء اختيار المواطنة الحاضنة للتنوع في منظومة قانونية تجرم الخروج عن الدين؟ تجرم الخروج عن الدين. لا، أنا لا أعتقد أن يمكن وضع قانون لتجريم الخروج عن الدين. هذا غير إنساني وحرام في منطق الإسلام ومنطق جميع الأديان. يعني لا يمكن أن تكره شخصا على أن لا يخرج، لا يغادر دينا معينا لم يرتضيه، لأن أعتقد جميع الأديان يعني ما عدا اليهودية، جميع الأديان ما عدا اليهودية ليس فيها عفوا قلت ما عدا اليهودية، نقول يعني جميع الأديان باستثناء اليهودية، باستثناء الإسلام والمسيحية، لأن الأديان الأخرى كلها هي أديان قومية. هو دين، لكن دين قومي، دين قومية معينة. هذا من الصعب أن تسمح الجماعة بأن يخرج فرد من أفرادها من الدين، لأن خروجه من الدين هو خروج من القوم في نفس الوقت، خروج من القوم وخروج من الدين. إذن يبقى لدينا الإسلام والمسيحية. في الإسلام والمسيحية ليس هناك يعني تنصيص على أن الإنسان يرغم على أن يبقى داخل الدين، أو يرغم على أن يدخل إلى الدين. والإسلام يعني معروف أنه يرفض هذا رفضا قاطعا. يعني القرآن يقول أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، بمعنى لا إكراه في الدين من حيث المبدأ، قد تبين الرشد من الغي. يعني الإنسان لديه الاختيار بين طرف منها، وهديناه النجدين. يعني بكل شخص أن يختار وأن يتحمل مسؤوليته، يعرف ما سيعقبها يعني لاحقا في اليوم الآخر. وحتى نحن عندما يعني نقرأ القرآن الكريم ونقف على قصص الأنبياء مع الأباطرة ومع الفراعنة ومع السلاطين والمستبدين، ندرك ما هي الرسالة القرآنية من وراء هذا كله. وهو أن هؤلاء الأنبياء كانوا يكافحون من أجل الحرية الدينية. وقصة موسى عليه السلام مع فرعون خير دليل. يعني كان يريد أن يعتق بني إسرائيل من الظلم ومن البطش الذي يعانونه، لكن كان يعني يريد على أن يكون ذلك باختيار بني إسرائيل، على أساس أن لا يكون ذلك مفروضا من السلطة السياسية التي يمثلها الفرعون. فالأنبياء دائما جو برسالة واحدة، هو أن التدين فيه التحرر، والتحرر هو عنوان التدين. إذا لا يمكن أن أربط التدين باعتقال الأشخاص.
أو بصياغة قوانين ترغم الشخص أن يبقى في الدين أو أن يخرج. أنا لا أعتقد هذا، بالعكس، الدين الذي يرغم الآخر أن يبقى فيه أو أن لا يخرج هو دين ضعيف. وأنا أعتقد دين من رب العالمين لا يمكن الله عز وجل غني عن العالمين. طيب الله عز وجل أستاذي، غني عن العالمين. نعم، مرحبا. طيب هل تجوز برأيكم المواطنة الحاضنة للتنوع في ظل هيمنة مجموعة على أخرى أو فرض أحادية ثقافية دينية معينة؟ وهذا يجرنا كذلك لطرح السؤال حول واقع التعددية والانصهار الثقافي والديني بالمغرب. نعم، هذا سؤال معقد حقيقة. هذا سؤال معقد. نحن لا يمكننا أن ندرس مرحلة معينة، مرحلة التي نحن فيها الآن مثلا، من دون أن ننظر وراءنا إلى العقود الماضية. ما الذي فعلناه أو ما الذي فعله أسلافنا حتى وصلنا إلى هذه النتيجة؟ لأننا نحن أبناء أبائنا، نحن أبناء الماضي، ولا بد أننا نجر وراءنا ترسبات من الماضي. هناك مجموعة من الأخطاء التي تراكمت، ليس على الصعيد المغربي حسب، إنما أيضا على الصعيد العربي، والمغرب بلد عربي، ونحن يعني كما يقال يعني من بغداد إلى تطوان أهم واحد. كانت تغنوا بأن العروبة من تطوان إلى بغداد، اليوم الهم من تطوان إلى بغداد وليس العروبة. نحن انطلقنا منذ الاستقلال السياسي في العالم العربي، انطلقنا انطلاقة سيئة جدا. والمثقفون العرب لعبوا دورا في هذا الذي نحن نعيشه بكل صراحة. يعني هناك مثقفون تعاملوا بدون مسؤولية مع الوضع، وتعاملوا بنوع من الاستسهال مع الأمور، بحيث كرسوا أشكالا مختلفة من التبعية. وللمفارقة كانوا هم أيضا يتحدثون عن رفض التبعية، لكن من داخل التبعية كانوا يرفضون التبعية، لأن كان هذا هو المتاح. كانت النزاعات الليبرالية والنزاعات الماركسية والنزاعات الاشتراكية وإلى آخره، والتصورات القومية، وكل تيار كان يجذب إلى نفسه. فكانت هناك صراعات قوية بين مختلف الأطراف، فلم نستطيع أن نؤسس للتعددية. يعني لا يجب أن ننسى أننا الآن في هذه ما زال لدينا مثقفون عاشوا تلك المرحلة، وكانوا يمجدون الحزب الواحد والرجل الزعيم الواحد. يعني مثقفون محترمون، يعني الآن بلغوا 70-80 سنة، كانوا يمجدون الناصرية، كانوا يعبدون شخص واحد اسمه جمال عبد الناصر مثلا، أو بومدين، أو أشخاص آخرين. فكان يعني هذه كانت نزعة ستالينية عند مجموعة من المثقفين. ثم جئنا في مرحلة من المراحل فانتشرت الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الماركسية في العالم العربي، ومعها الأحزاب القومية. وهؤلاء كلها هذه الأحزاب كلها كانت أحزاب استبدادية، تمجد الحزب الواحد، تمجد النمط الاقتصادي الواحد، تمجد الزعيم الواحد، وتفرض يعني نزعة فرعونية، لا أريكم إلا ما أرى. فكان من الصعب أن تستطيع أنت أن تؤسس للتعددية، لأن التعددية في تلك الفترة كان لديها انطباع كونوتاسيون بورجواز، كان عنده واحد الانطباع برجوازي، أنها تنتمي إلى نزعة برجوازية وإلى المجتمعات الغربية، فيجب رفضها. ولا داعي للقول بأن هذه الأحزاب كلها كانت ترفض الديمقراطية على أساس أنها بدعة برجوازية. صحيح. فيما بعد يعني عندما انفرط عقد الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وأنا يعني
كنت في مرحله البكالوريا وكنت اتابع هذه الامور. انا مازال اتذكر ان مجموعه من المثقفين اليساريين الماركسيين العرب، يعني يذكر مثلا سمير امين، نديم البيطار واخرين، كانوا يرفضون الاصلاحات التي يقوم بها غورباتشوف. شخص يعيش في سوريا او يعيش في مصر وهمه مع الاتحاد السوفيتي، ولا يريد الاتحاد السوفيتي ان يصلح نفسه، ان يقدم برنامجا لاصلاح الحزب الشيوعي. وكانوا يرفضون ما قدمه غورباتشوف انذاك، يعني ما سمي وقتها بالغناسنوست والبيريسترويكا، يعني مشروع لاصلاح الحزب الشيوعي ولمحاوله ديمقراطيته مفتتا، مع الحفاظ طبعا، هذا هو التصور ربما الذي كان عند غورباتشوف، مع الحفاظ على الامبراطوريه السوفيتيه. ربما لم يكن مطروحا ان الامبراطوريه سوف تنهار. الذي حصل هو انها انهارت. الذي وقع عندنا في العالم العربي، هؤلاء المثقفون، احزاب الماركسيه او القوميه، كل هذا الشتات صدم بما حصل في الاتحاد السوفيتي. انهيار نموذج كان يحلم به، كان يحلم بان يتوسع على الصعيد العربي بل على الصعيد العالمي. فجاه ينقلب السحر على الساحر، بمعنى هذا النموذج الذي كان يحلم بان يمتد تلاشى حتى انقرض نهائيا. لا اسمح لي، هذه نقطة مهمة أتابع هذه النقطة باش نوصل ما أريد قوله. فقلت أنه يعني في هذه المرحلة أصيبت هذه الأطراف بخيبة أمل. طبعا كان هذا حكما بالموت على الفكر الماركسي وعلى المادية التاريخية والجاذبية إلى آخره. فما الذي حصل؟ المثقفون واليساريون والقوميون حولوا الكفة إلى تبني اختيارات أخرى. بعضهم تبنى اختيار ليبرالي، بعضهم تبنى اختيار ديمقراطي الاجتماعي، يعني حل وسط ما بين الاشتراكية بين الرأسمالية، بعضهم تبنى الديمقراطية، بعضهم تبنى الانتر موندياليزم، يعني المكافحه ضد العولمه، وبعضهم ايضا تبنى اختيارات اخرى هي اختيارات عنصريه، يعني الدفاع عن الاقليات في العالم العربي وتراجع من الفكره الانسانويه او ما فوق الدوله الى اختيارات عنصريه قوميه صغيره ما تحت الدوله، ما تحت الحضاره. كل هذه الأطراف إذن حصل لها نوع من الشتات، لكن كلها بقي لديها قاسم مشترك. ما هو هذا القاسم المشترك؟ وهو الموقف السلبي من الدين. لأن كما قلت كلهم خرجوا من الماركسية، سواء القومية التي كانت لديها نزعة الاشتراكية في العالم العربي أو الماركسية. كان قاسم مشترك وهو يعني رفض الدين أو جعله في المستوى الثقافي كما كان يقول ميشيل عفلاق في حزب البعث، مؤسس حزب البعث. فهؤلاء هم الذين يتحدثون اليوم عن التعددية وعن التعايش والحوار والتسامح. وهذه أنا بالنسبة لي شخصيا مفارقة. يعني كيف يمكن لي أنا أن أثق في تيارات وأشخاص عاشت طوال 30-40 سنة تعبد الحزب الوحيد والشخص الوحيد وتقمع وتدمر. ولا ننسى أن الحروب الدموية والاقتتال والانقلابات، لأن هذه هي تربية الماركسيين العرب والقومية العرب، كانت انقلابات وما حصل في العراق وفي سوريا هذا خير دليل، وفي اليمن أيضا. فإذا هؤلاء أصبحوا يبشرون بهذه القيم. لكن إلى أي حد نقول بأن تبني هذه القيم ليس تبنيا انتهازيا، وإنما هو اختيار مبدئي؟ الجواب عن هذا السؤال يجب أن نعثر عليه من خلال الممارسة الواقعية. عندما نذهب إلى الممارسة الواقعية نرى النقيض لهذا كله. ما زالت هذه الأطراف تحارب الأطراف نفسها التي كانت تحاربها بالأمس تحت عناوين وشعارات مختلفة في السبعينات والثمانينات. اليوم تحت عناوين مختلفة باسم التعددية. بالأمس
باسم الحزب الواحد، الآن باسم التعددية. والدليل على ذلك أن بعض التيارات، أنا لا ألوم الجميع، لكن بعض الأشخاص وبعض التيارات كانوا يرفضون الربيع العربي. وهذا الكلام يعني أنا أعرف بأنه سوف يصدم الكثيرين، سوف يصدم البعض. نعم، هؤلاء كانوا يرفضون التغيير ويرفضون الإصلاح ويريدون عرقلة الربيع العربي، لكن بطريقة ذكية جدا لا يلتفت بها العامة، لأن العامة ليست هي التي تحلل وتقرأ ما وراء السطور. هؤلاء كانوا يقولون أنهم ضد أن الإسلام السياسي يربح الرهان، أو أن الإسلاميين هم الذين سيستفيدون، وكانوا يهمشون الشارع. نحن نعرف أن الشارع لم يتبنى اختيار الإسلاميين، وأن الكثير من الإسلاميين تعاملوا بشكل امتيازي في عدد من الحركات الثورية التي أو الانتفاضات التي حصلت إبان الربيع العربي. لكن تم إجهاض هذه المسائل بطريقة ذكية من طرف هؤلاء المثقفين وهذه التيارات باسم الوقوف في وجه الإسلامية، لكن هم ضمنيا كانوا يريدون الوقوف في وجه الشارع العربي، لأنهم يعرفون بأنهم يمثلون أقلية وبأن الديمقراطية سوف تعصب بهم. والآن نحن نرى هذا، نرى أن مجموعة من، يعني لا أريد أن أسمي لا البلدان ولا الأشخاص، مجموعة من البلدان العربية التي فشل فيها الربيع العربي، المثقفون الذي كانوا لنا بالأمس يعني يتحدثون عن الماركسية ويتحدثون عن القومية هم الذين يتواطؤون اليوم مع الاستبداد. إذن يجب أن نعيد النظر في الأنماط الفكرية وفي الأنماط الثقافية التي حصلت. نحن في حاجة إلى قراءة جديدة لتاريخنا. لا يجب أن نكون يعني نقمع ذواتنا وننظر إلى الأمور بطريقة فيها الكثير من الاستسهال وفيها الكثير من ابتلاع المفاهيم وابتلاع التصورات، كما لو أننا نبتلع الأدوية. لا، يجب، هذا دور المثقف اليوم، يجب أن نقف على الأمور بعيدا عن العاطفة بتحكيم العقل وبتحكيم التحليل العلمي الدقيق، أو كما يقال عند الماركسيين العرب في وقته، يعني التحليل الملموس للواقع الملموس. اليوم يجب أن نتعامل مع الواقع بناء على النتائج وليس بناء على الشعارات. يعني لا يجب أن تخدعنا الشعارات ولا العبارات. طيب أستاذي، إذا أردنا أن نقول أمام هذا العطب التاريخي، هل برأيكم ما زلنا نتحدث عن مغرب تسامح وتعايش؟ لا، أنا لا أحب هذه الكلمة. يعني ما زلنا يجب أن ندرك وأن يدرك المتابعون أن المغرب نموذج حي للتعايش الحضاري. ولا أريد أن يقال بأن أنا في المغرب أو كذا، لا، هذه حقيقة. المغرب نموذج للتعايش الحضاري من حيث الموقع. هو البلد الوحيد الذي يعني يجانب أو يلتقي مع المتوسط. هو البلد الذي يؤدي إلى أوروبا بشكل مباشر. كل شيء، كل يعني ما هو أوروبي، كل ما هو كان يحصل في أوروبا كان يبدأ من المغرب. النخب السياسية الثقافية السلاطين المغاربة كانوا يتعاملون بطريقة أو بأخرى، هذا شكل. لكن كون المغرب كانت الواجهة وكان قريبا من أوروبا وكانت لديه فرص كبرى، هذا أمر آخر. عندما يعني سقطت الأندلس، وعندما يعني خرج أو تم طرد المسلمين واليهود من إسبانيا على دفعات منذ 1492 مع سقوط غرناطة وإلى 1600، يعني هذا استمر. يعني كان كل 20-30 سنة كيخرج قرار يعني من المملكة الإسبانية البرتغالية لطرد اليهود والمسلمين أو تبقى منهم. فكان المغرب هو الذي كان يستقبلهم، كان المغرب هو الذي يستقبل هؤلاء، واستوطنوا في مجموعة من تطوان، في فاس، في مراكش إلى آخره، وتخرج منهم يعني علماء
باحثون وفلاسفه درسوا القرويين الى اخره. فكان المغرب احتضن هؤلاء كلهم. بل هناك حروب عاشها المغرب مع اسبانيا، مثل حرب تطوان قرن 19 مثلا. حرب تطوان كانت بسبب، وهذا يقولوا يعني المؤرخ الاسبان، كانت بسبب ما يسمى بوصيه الملكه اليزابيث، لان الملكه اليزابيث تركت وصيه تقول انه يجب ملاحقه اليهود اينما كانوا، لان سقوط غرناطه والحرب الاسترداد الصليبيه التي حصلت كانت من طرف الكنيسه هي التي دعمتها، والكنيسه كانت لديها هدف هو تنصير الجميع، كما حصل اسبانيا عندما توسعت في الهند، في امريكا اللاتينيه وفي امريكا مع كولومبوس. كان الهدف الاساسي وهو يعني تنصير هذه الشعوب واستغلال خيراتهم ايضا في نفس الوقت. فكان يعني الاسبان يطمعون في ملاحقه اليهود الذين فروا الى المغرب، فكانوا يتحرشون بالمغرب على اساس ان كما في وصيه اليزابيث ان المملكه المغربيه تشكل امتدادا حيويا للتاج الاسباني انذاك. يعني يجب ان يصل التوسع الاسباني، لا يجب ان يتوقف عند غرناطه، بل يجب ان يتوسع الى المملكه الشريفه. كان هذا. فاذا نقول ان المغرب بسبب هذا كله دفع ثمن مواقفه وثمن خدمه الدين الاسلامي، لان السلاطين المغاربه كانوا ينطلقون من انهم امراء المؤمنين وانهم يمثلون جبهه الصد وجبهه الممانعه في وجه اي زحف يعني صليبي. يعني يكفي ان اعطي دليلا فقط، هو انه الحروب التي حصلت كلها تقريبا ما بين التي عاشها المغرب، يعني واد المخازين، الزلاقه الى اخره، جميع الحروب كلها كان عنوانها عنوانا واحدا، الصليبيه. لان المغرب لم يدخل حروبا من اجل التوسع، وكلها قامت مع بلدان يعني متطرفه دينيا، البرتغال واسبانيا. فاذا هو انني بان المغرب كان جبهه ممانعه قويه جدا في وجه المد الصليبي، وكان يعني خادما للتعدديه الدينيه والتعدديه الثقافيه، ولا زال الى حد اليوم، لان سلاطين المغرب كانت لديهم مهمه ولا زالت اليوم وسوف تستمر. سلاطين المغرب هم امراء المؤمنين، وامير المؤمنين هو امير المؤمنين لجميع المؤمنين، يعني سواء كانوا يهودا او مسيحيين او انا يعني جلاله الملك محمد السادس عندما زار دول افريقيا في السنه الماضيه يعني قال نفس هذا الكلام، يعني امير المؤمنين للجميع. وتصور الناس يعني خصوصا في الخارج وحتى في الصحافه الداخليه داخل المغرب ان هذا الكلام جديد. لا، الملك محمد السادس ينطلق ايضا من التراكم الذي حصل في سلاطين المغرب، كلهم كانوا على نفس النسق. ليس هذه مسيره تاريخيه مستمره ومتعاقبه. نعم. يقال أستاذي، وسأختم بهذا السؤال باش نمشيو مباشرة للأسئلة ديال المتتبعين، التسامح يحمل في بعض الأحيان بعدا فوقيا من قبل الذي يتسامح مع الآخرين. ألا تظنون أننا وجب علينا الانطلاق من مفهوم الشراكة؟ صحيح، يعني وهو كما يقال لا مشاع في الألفاظ، المهم غير يكون التسامح، ماشي مشكل يكون التسامح منين جا. صحيح التسامح، يعني ما هو أصل التسامح؟ التسامح نشأ في أوروبا في إطار الحرب الدموية بين البروتستانت وبين الكاثوليك. الكاثوليك أبادوا البروتستانت يعني لأن البروتستانت بالنسبة للكاثوليك كانوا كفارا، فكانوا يجاهدون فيهم، كانوا يقتلون على أساس أنهم هراطقة، أنهم خرجوا عن سلطة الكنيسة وخرجوا عن كلمة المسيح، إذن هم كفار، فكانوا يقتلونهم. لكن مع الوقت ومع الظروف المتغيرة والسلطة الملكية في أوروبا
يعني رأت في نفس في فترة من الفترات رأت أن تحالفها مع البروتستانت سوف يخدمها، لأن كان البابا وكانت الكنيسة تضغط على الملوك، تضغط على الملوك. فوجد يعني هؤلاء الملوك وجد في التحالف مع البروتستانت يعني فائدة ومصلحة لهم، لأن البروتستانت كانوا يرفضون سلطة الكنيسة ويرفضون سلطة روما. هذا أول شيء قام به لوثر، وأنه كان يرفض سلطة روما. فإذا الذي حصل نوع من التحالف بين الطرفين الملوك فأصبح الأمر فيه نوع من توازن القوة بين الطرفين. فجاء التسامح على أساس أن الكاثوليك يقدمون تنازلا للبروتستانت ويتسامحون معهم، يقبلون بهم. من هنا جاء التسامح. ولكي ندلل على هذا، هناك فهم سيء لدى الكثيرين التسامح في أوروبا. الأشخاص الفلاسفة الذين عرفوا بالتسامح يعني جون لوك في بريطانيا وفولتير في فرنسا، هؤلاء وهيجل أيضا في ألمانيا، هؤلاء كانوا يتحدثون عن التسامح فيما بينهم، فيما بين المسيحيين، لكن يرفضون التسامح مع غير المسيحيين، مع الكونفوشيوس ومع المسلمين بالخصوص، ومع المسلمين بشكل خاص. يعني جون لوك في كتابه عن التسامح يقول بأنه نحن نتسامح مع الجميع، والجميع يستحق أن نتسامح معه ما عدا الترك الأتراك. للترك آنذاك، لأن الإمبراطورية العثمانية كانت هي التي تمثل المسلمين في تلك الفترة، كان يشار إلى المسلم بالتركي. فهو يقول أنه نتسامح مع الجميع إلا مع المسلمين. فولتير يقول نفس الكلام أيضا في كتابه عن التسامح، يقول نفس الكلام. ولديه مسرحية معروفة اسمها محمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبره عنصريا، يعتبره متطرفا، ويعتبره عدوا للمسيح، أنتي كريست عدوا للمسيح، ويعتبره شيطانا، لأن هذه الصورة التي كانت لدى المسيح طوال القرون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه هو يمثل الشيطان نظرا لأنه خرج من المسيحية. وطبعا هذه النظريات التي انتشرت لدى المستشرقين إلى آخره من الكنيسة، وأصبح يقال فيما بعد أن القرآن أخذ من المسيحية وأخذ من اليهودية، وهذا كله خارج من الكنيسة. من هنا خرجت الأمور، أن محمد يعني تمرد على المسيح وجاء أراد أن يأتي بدين آخر يحارب به سلطة الكنيسة. إذن أخذ من المسيحية وأضاف شيئا من اليهودية واختلق دينا جديدا. هذه كلها يعني هذه كلها أساطير في حكم لدينا العالم. العديد من الأسئلة أستاذي، أنا كنتمنى توسع معنا صدرك. أول سؤال: ما هي المداخل الأساسية اليوم لبناء المواطنة الحاضنة؟ وأول مدخل يعني يراهن عليه أو تراهن عليه جميع الحركات، يعني راهنت عليه في الماضي جميع الحركات الفكرية والفلسفية التي كانت يعني تنطلق من صياغة مشاريع بنية الديمومة، بمعنى أنك تضع مشروع ليس لخدمتك أنت فقط، وإنما لخدمة الأجيال، تؤسس الأجيال المقبلة. لأن يجب أن ننسى أن كما قلت في البداية نحن أبناء آبائنا وأجدادنا، كذلك الذين ناضلوا حاربوا في أوروبا في مرحلة الأنوار الآخرة، والفلاسفة الذين ضحوا بحياتهم، كان هناك فلاسفة ومناضلون نزهاء بصرف النظر عن أخطائهم تجاه الإسلام أو تجاه شعوب أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن كانت فيهم نزعة إنسانية وكانت فيهم نزاهة، يعني حب لبلدهم، حب لقوميتهم، وناضلوا بحياتهم. يعني لا يجب أن ننسى بأن كثير من جون جاك روسو مثلا يعني كتب كتابه العقل الاجتماعي يعني باسم مستعار وخائف، وهرب الى سويسرا، وكان ملاحقا. ديدرو ايضا نفس الشيء، يعني كتب كتابه حول الانسيكلوبيدي الموسوعه مع دالامبير وكذا باسم مستعار، يعني عاشوا التقشف وعاشوا العذاب وبعثوا الاموال لكي يطبعوا ويوزعوا بانفسهم لنا ان نتصور ظروف الصعبه في تلك الفتره. اذا نحن نستسعى المدخل كما قلت هو مدخل الثقافي،
المدخل الثقافي التعليمي. يجب أن نبدأ من هذه الجبهة، وكما قلت أنا سابقا قبل قليل أننا يجب أن نعيد النظر في مجموعة من الأنماط الفكرية والثقافية التي ترسخت في أذهان الشباب وأصبحت من البديهيات. اليوم لا توجد بديهيات. إذا كنا نريد فعلا أن نمشي في سكة الإصلاح والتغيير، يجب أن نعيد النظر في مجموعة من الأمور التي تم سكها كما تسك العملة النقدية وتروج في السوق وهي يعني عملة مغشوشة. يجب أن نعيد النظر في عدد من الأمور وأن نبني حوارا يعني فكريا أساسه النزاهة. لماذا أقول أساسه النزاهة؟ لكي أقول بأن لا يكون الهدف أن ننصب فخاخا لبعضنا البعض. إذا كنا نغار على بلدنا وعلى أبنائنا ومستقبلنا، يجب أن ننطلق بروح ليست روح العداوة، وإنما بروح التعايش والإخاء والمحبة. ولكي نتعامل بهذا الشكل يجب تصفية الخطاب الثقافي والخطاب السياسي. يجب أن نصفيه من الرواسب الإيديولوجية ورواسب الحقاد العرقية والدينية والكراهية. هذه مسألة يعني مهمة وخطيرة. عندنا منسوب كبير جدا من الكراهية في المغرب، لدينا منسوب كبير جدا من الكراهية من طرف أطراف يعني هدفها أن لا تؤسس شيئا، أن تعيق التأسيس. أقولها بصراحة، يعني هناك أشخاص يعني طيلة سنوات لم يؤسسوا أي شيء، كل ما في الأمر عرقلة أي مسار، يعني سواء كان مسار الجماعات أو مسار الأمة أو مسار الدولة. يعني ممارسة النقد من أجل النقد ومن أجل الهدم، هذا لا يمكن أن يؤدي بنا إلى خيارات أفضل لأن نصلح أنفسنا. نعم. السؤال الثاني أستاذي، كيف يمكن ترسيخ المواطنة الحاضنة للتنوع في ظل دعوات التطرف والغلو في إنتاج الخطاب الديني إعلاميا؟ هذا الخطاب الديني والتطرف في الخطاب الديني إعلاميا، هذه أنا كما قلت قبل قليل يعني كاين أمور اللي يجب أن نعيد فيها النظر. يعني هذا كلام يعني ممكن أن يقال من الناحية الشعبوية، ولكن من الناحية العلمية الأكاديمية إذا جلسنا على الطاولة وبحثنا الأمر سوف نجد أن الأمور مختلفة تماما. أنا أقول بأن التطرف اللاديني لا يقل عن التطرف الديني، بل أخطر اليوم هو التطرف اللاديني. لماذا؟ لأن في إطار الصراع العالمي اليوم، التطرف اللاديني يلقى دعما قويا جدا، يلقى دعما من لدن الكنيسة ومن لدن مجموعة من البلدان، ويلقى تمويلات ويلقى ترويجا هائلا. يجب أن نقول هذا. هناك تطرف ديني نعم، لكن هناك أيضا تطرف لا ديني، ويجب أن نهتم بالاثنين على قدم المساواة. أنا ضد أن يعني نتخندق إيديولوجيا. أنا لست منتميا لا سياسيا ولا إيديولوجيا، وليست عندي أنا أنتمي إلى بلدي. أنا أقول بأن التطرف الذي يشكل خطرا والتطرف الديني يشكل خطرا، وعندي أن التطرف الديني أخطر بكثير، لأن التطرف الديني يسهل الحوار معه. العلماء قادرون على القضاء على هذه الآفة، على هذا الفيروس الذي هو التطرف الديني. لكن التطرف اللاديني، لأن التطرف الديني كيفما كان الأحوال صادر عن قناعات مغلوطة لدى بعض الشباب، لكن التطرف الذي ليس صادر عن قناعات وإنما صادر عن مصالح. وهنا يجب التنصيص على هذه المسألة. عندما يكون أشخاص أو تيارات لديهم مصالح، من الصعب أن تتحاور معه. أنت تتحاور مع شخص ليست لديه قناعات أصلا مبدئية، يعني ليس هناك قاسم مشترك، لا توجد مساحة للحوار، ولديه مصالح وأنت يعني لديك أفكار. كيف يمكنني أنا كيف يمكن أن تنجح هذه المقايضة؟
افكار لا يمكن ان يحصل هناك تجاوب. عندما تكون هناك قناعات تحملها عن نزاع ومستعد للحوار، ان ذاك يمكن ان نحول. اذا كان انا اقول بان هؤلاء اصحاب المصالح الحوار معهم صعب، لكن المتطرفون الدينيه انا بالنسبه لي يعني هذا امر يعني ليسوا العلماء قادرون على ان يقوموا بهذه المهمه. الدوله ايضا تقوم بهذه المهمه، لا سواء من اختياراتها الاجتماعيه والدينيه واختياراتها القانونيه الى اخره. والحمد لله المغرب معروف الان اصبح نموذجا، بل اصبح نموذجا مبتغى ونموذجا مطلوبا. لا يجب ان ننسى نحن يعني في المغرب محسودون. لدينا مؤسسه اماره المؤمنين التي هي مؤسسه تاريخيه. ما معنى اماره المؤمنين في النهايه؟ معناها اننا لدينا وحده المرجعيه، وهذا هو الاساسي في اماره المؤمنين. بمعنى اذا اختلفنا لدينا مرجعيه نرجع اليها. وايضا اماره المؤمنين لديها يعني بعد اخلاقي وبعد عاطفي كبير جدا. بمعنى انا كمسلم احس بان هذه المؤسسه توفر لي الحمايه، توفر الحمايه في بلدي. يعني عندما اتحدث عن الدين او كذا انا اعرف بان وراء مؤسسه تحميني، وهذا مهم جدا. انا لا اعتقد ان يوجد في اي بلد. يجب ان نتعامل في المغرب بهذا المنطق، وان يعني نتقدم نحو الخروج من مأزق المفاهيم المغلوطه التي ورثناها، سواء من الماضي، سواء من الغرب، سواء من الشرق. واضح أستاذي. هناك سؤال آخر: هل ساهم صعود الأحزاب الإسلامية بعد الحراك العربي في عرقلة مسيرة النمو الثقافي بالمغرب؟ مسيرة النمو الثقافي في المغرب، نعم، هذا إشكال صحيح، هذا إشكال حقيقة كبير جدا. أنا سبق لي كتبت كثيرا في هذه القضية. وفعلا يعني الحركة الإسلامية لم تؤدي دورها تاريخي بالشكل المطلوب. الحركة الإسلامية للأسف ليس في المغرب فحسب، في العالم العربي، وخاصة بعد الجيل المؤسس. الجيل المؤسس في بدايات يعني كان هناك نوع من العطاء الفكري والثقافي، لكن فيما بعد أصبح حالة من الارتجاع. معنى الارتجاع يعني إعادة استهلاك وإعادة إنتاج نفس الأمور التي وضعها الرواد الأوائل. فالحركة الإسلامية لم تستثمر في الثقافة، بل بالعكس دمرت الثقافة، استثمرت فيما هو سياسي، وراهنت على السلطة، السلطة بشكل كبير جدا، وبشكل مضاد للدين الإسلامي. لأن الدين الإسلامي والعلماء يعني طوال تاريخ الإسلام لم يركزوا بشكل كبير جدا على ما هو سياسي. ولذلك نجد احنا مثلا بعض يعني المستشرقين او كذا كانوا يلومون المسلمين بان مساحه الفقه السياسي ضئيله مقارنه بمساحه ابواب الفقه الاخرى. بين قوسين يعني هم يلاحظون كذا. نحن نقول بان مساحه الفقه السياسي مهما كانت هي اضخم مما وضعه الغرب منذ الرومان، لكن كانوا يلاحظون فيما يتعلق قياسا الى ليس قياسا الى الاخرين، لكن قياسا الى الفقه الاخر، يقارن بالفقه السياسي مع ابواب الفقه الاخرى، يلاحظون انها ضعيفه. وهذا دليل على ان جانب الفقه السياسي، الجانب الاهتمام بالسياسه كان ضعيفا. ايضا حتى في القران الكريم الآيات التي تتعلق بجوانب التشريع والتنظيم السياسي جوانب صغيرة جدا مقارنة بالجوانب الثقافية والجوانب الفكرية والإيمانية. لكن الحركة الإسلامية قلبت المعادلة وأصبحت تركز على ما هو سياسي بوجه خاص. وتذكر يعني رشيد الغنوشي في مرحلة من المراحل بين الثمانينات عندما كان يعني في منفيا كان قال بأنه فسر الحديث النبوي ألا إن في كل جسد مضغة، حديث المضغة المعروف أن المضغة تعني هي السلطة، يعني قلب الشيء، أن المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت الجسد كله. ألا في الجسد لمضغة.
فسر المضغة بأنها هي السلطة. إذا صلحت السلطة صلح كل شيء، وإذا فسدت السلطة فسدت كل شيء. طبعا يعني هذا التصور لديه جانب من المصداقية. نتحدث عن يعني المرحلة المعاصرة. الدولة اليوم في العصر الحديث ليست هي الدولة قديما. اليوم الدولة مهيمنة ولديها يعني نفوذ قوي جدا، وأصبحت مهيمنة على كل شيء، يعني من التعليم إلى حتى قبر الإنسان. يعني لا تحصل على قبر إلا بإذن السلطة. فإذا حصل نوع من التحول في المفهوم السياسي، لكن هذا لا يبرر التركيز جيدا على الجوانب السياسية. من الناحية الثقافية لم يكن العطاء الحركة الإسلامية، لا أقول بحجم العطاء السياسي، وإنما لم يكن يعني عطاء واضحا. يعني أكاد أقول بأنه كان منعدما. يعني في فترة من الفترات كنا نسمع عن الأدب الإسلامي، سينما إسلامية، فكر إسلامي، فلسفة إسلامية، علم اجتماع إسلامي، علم نفس إسلامي. كل هذا كانت مجرد شعارات، وكانت مجرد يعني كلمات للاستهلاك. لأن الحركة الإسلامية في النهاية وجدت نفسها أن مصلحتها فيما هو سياسي. وحتى الآن يعني حتى في المغرب اليوم يعني الحركات الدعوية، يعني مثلا حزب العدالة والتنمية أصبح يعني وزن الحزب مقارنة مع وزن الحركة أصبحت هي لا شيء. في الماضي كانت الحركة هي كل الجانب الدعوي، الجانب التربوي، الثقافي إلى آخره، لكن اليوم أصبح الكل يفر إلى الحزب، لأن الحزب يعني في المصالح السياسية والمصالح المادية إلى آخره. أين الجوانب التربوي؟ لا شيء. اليوم أن الحركة الإسلامية لم تعد تستقطب أحدا الآن. لم تعد. من يعرف أن أشخاص ينتموا إلى الحركة فليخبرني. أنا لا أعرف. يعني الآن يعني منذ يعني سنوات طويلة لم يعد الناس، بالعكس الآن الناس تخرج من الحركة الإسلامية. وهذا لا يعني لأن الإسلامي في مرحلة الحركة الإسلامية في مرحلة واحدة كانت تعتبر نفسها أنها هي الإسلام. لا، الناس اليوم تغادر الحركة الإسلامية وتلتحق بالإسلام، تخرج من الحركة الإسلامية وتلتحق بالإسلام. والمناسبة أنا في 2013 كنت قد يعني نشرت كتابي الإسلاميون بين الدين والسلطة، وجعلت يعني الفصل الختامي تحت عنوان من الإسلاميين إلى الإسلام. وأنذاك يعني كنا في مرحلة بداية. يعني الكتاب أنا اشتغلت عليه 2012 وطبع في بداية 2013، يعني 2012 في أوج الربيع العربي. كانت يعني بداية وصول بعض الإسلاميين إلى السلطة وظهور بعض الأخطاء إلى آخره. فكتبت أن الآن الحركة الإسلامية لم تعد لها جدوى، وإنما الناس سوف يعني الحركة الإسلامية سوف تتبخر وسوف تنتهي، لكن الإسلام سوف ينتصر. وهذه المعادلة اللي أعتقد أننا نسير فيها اليوم. نعم. أستاذي لدينا سؤال هنا: متى يمكن الحديث عن المواطنة الحاضنة للتنوع كوسيلة للوصول إلى مجتمع متناغم يرفض التطرف؟ ودابا الحاضنة للتطور سمعتها بزاف. الحاضنة حيت الحلقة التطرف والمواطنة الحاضنة للتنوع. مرحبا. هذا السؤال الله يخليك. متى يمكن الحديث عن المواطنة الحاضنة للتنوع كوسيلة للوصول إلى مجتمع متناغم يرفض التطرف؟ مثلا احنا تكلمنا عليه قبل قليل ان قلنا المدخل هو لابد ان يكون مدخلا تعليميا وثقافيا. متى هو انه عندما يكتمل هذا الورش، لان اصلاح ليس لا يحدث بعصا سحريه، وانما الاصلاح منهجيه طويله النفس تتطلب يعني ناس لديهم قابليه، ناس لديهم نكران ذات وغيره على المستقبل، بحيث انه يمكن ان تكافح من دون انتظار ان تجني الثمره انت. مجموعه من المصلحين في التاريخ يعني لم يجنوهم الثمره، ولكن تشتغل بمنطق ان الذين سوف يجنون الثمره. اذا يجب ان نعمل بنفس طويل على اساس اننا نزرع وننتظر، لان هذا الاصلاح مثل العمل الفلاحي، العمل الزراعي، يجب ان ننتظر الكسب وننتظر الثمره وموسم الحصاد، وهذا يتطلب وقتا طويلا وحرصا ومتابعه، بحيث يعني تمشي الامور برفق من دون عنف من دون تسرع،
لكن هذا يعني يجب أن تتوفر شروطه، وأنا لا أعتقد اليوم أن هناك شروط متوفرة للإصلاح. للأسف في العالم العربي اليوم ومنذ ما يسمى بالربيع العربي إلى الآن دخلنا مرحلة يعني شديدة التوتر، بل أقول إن دخلنا مرحلة خطرة جدا. يعني كنا نقول بأن حقبة الخمسينات والستينات التي لم نعيشها كانت مرحلة اقتتال وتصفية الحسابات وانقلابات إلى آخره. اليوم يعني ما زلنا نعيش نفس الفترة بنفس العقليات، بل بعقليات أكثر تخلفا. النخبة اليوم السياسية والنخبة الفكرية والثقافية ليست هي نخبة الأمس، ومع ذلك حصلت بالأمس يعني مشكلات وعراقيل أمام الإصلاح. فما أدرك باليوم عندما يعني أصبح لدينا يعني حجم الانتهازية في ساحة أدعياء الإصلاح وأدعياء التغيير وأدعياء الحداثة. مساحة الانتهازية أصبحت مساحة واسعة وهائلة جدا. يعني هذا يعسر علينا يعني شروط الإصلاح. لكن في كل حال يعني لا بد أن نتثبت بالأمل. وكما أن يعني البشرية لم تكن تتوقع أن يحصل ما حصل اليوم مع هذه الكورونا وهذه التحولات إلى آخره، كذلك لا يمكن أن نتوقع ما سوف يحصل غدا. إنما الذي نؤكد عليه وأن الصراع التدافع الذي يحصل ما بين الخير وبين الشر لا ينتصر فيه الخير في النهاية. هذا كل ما في الأمر. صحيح. هناك سؤال أخير طبعا فيه طبعا المواطنة الحاضنة للتنوع. هل تظن أن الحديث عن المواطنة الحاضنة للتنوع والدفاع عنها قد ينعكس سلبا على مستقبلها في المجتمع؟ لا بالعكس، يعني لم يكن الدفاع عن التعدد والتعايش لم يكن أبدا يرتد على أصحابه يعني ارتدادا سلبيا. يعني بالعكس هذا يؤدي إلى توعية الناس بأهمية التعددية، لأن الشيء الأهم فيها هو أنها توفر لكل طرف صوتا لكي يعبر عن نفسه، لكي يعبر عن قناعاته. لكن لكي نبني التعددية يجب أن تكون الفرص متساوية. يجب أن تكون الفرص متساوية، يعني بمعنى التساوي في الاستفادة من الإرث الرمزي أو الرأسمال الرمزي داخل المجتمع. الإعلام رأسمال رمزي، الثقافة رأسمال رمزي، تمويل المبادرات الثقافية رأسمال رمزي. هذه الرساميل الرمزية يجب أن يستفيد منها الجميع. لكي نتحدث عن التعددية يجب أن يكون هناك تناسب وتكافؤ ما بين مختلف الأطراف. يعني لكل طرف لديه قناعات معينة، له الحق في أن يعبر عن هذه القناعات المعينة، وأن يكون الحوار يعني حوارا ناضجا مثمرا. للأسف هذه الشروط الآن غير متوفرة للأسف، لأن الذين يمكن أن يقوموا بهذه الأدوار هم المثقفون. والآن نحن نلاحظ أن المثقفين انسحبوا من الساحة وتركوها مفتوحة للغوغاء. اليوم الغوغاء هم الذين يسيطرون على ما يسمى بالنقاش العمومي. الجامعات، نحن نعرف الجامعة، يعني الجامعة الكل يشكو من الجامعة اليوم، يعني تراجعت عن أدوارها. البحث العلمي يعني لم يعد له وجود داخل الجامعة، سيطرت عليها الزبونية والانتهازية. يعني لم تعد حاضنة. نتحدث عن الحضانة. الجامعة لم تعد حاضنة للمعرفة ولا للعلم. هنا إقصاء للطاقات، يعني هنا إقصاء للطاقات بشكل كبير جدا. يعني وسيطرة التحزب، سيطرة الشلالية والولاء داخل الجامعة، وهذا نعرفه وعشناه. يعني بكل صراحة إذا أردنا اليوم لدينا فرصتان في المغرب. أنا أقول أختم، يعني لدينا فرصتان ذهبيتين في المغرب. أولا الفرصة الأولى التي أتاحها جلالة الملك محمد السادس عندما تحدث
عن النموذج التنموي الجديد. نحن في انتظار هذا النموذج، ونحب أن يكون إن شاء الله تعبيرا عن الفئات التي لم يتم التعبير عنها في السابق. النموذج التنموي الجديد الآن يجب أن يعبر عن الفئات التي كانت صامتة، التي لم تعطى لها الكلمة. هذا النموذج التنموي يجب أن يكون فرصة لهذه الفئة. والمسألة الثانية أيضا هي ما يحصل اليوم على الحجر الصحي والدروس التي استفدناها جميعا، وكيف أدركنا الآن أهمية الدولة في المغرب. وأهمية الدولة ليس في الضبط فقط، أهمية الدولة في الإصلاح. ما زلنا اليوم ما يسمى بالمشروع النهضوي ومشروع التجديد والحداثة والديمقراطية إلى آخره. هذا مشروع يجب أن تلعب فيه الدولة الدور الأساسي. وقفنا أيضا على أساس أن المؤسسة الملكية يعني قاطرة للتغيير في البلاد، ولديها يعني كاريزم، نوع من الجاذبية التي تستطيع بها ونستطيع بها نحن أن نحقق ما نعجز عنه. يعني هاتان المسألتان اليوم يجب أن نستغلهما. إذا لم نستغل، في اعتقادي الشخصي، إذا لم نستغل هذه الفرص التي أتيحت لنا اليوم سوف نضيع وقتا طويلا، والفرص لا تعطى بشكل كبير بشكل دائم للشعوب. والحمد لله أن هذه الفرص اليوم أنا أعتقد أن هناك نوايا على مستوى أعلى في الدولة لتسير الأمور بشكل سليم، لكي يتم تصحيح الأخطاء التي حصلت. يعني لنقول بكل صراحة أنه إذا كانت الملكية في المغرب تمثل جانب الأبوة للمغاربة، فيجب أن تتكفل هذه الأبوة بإصلاح الأعطاب التي أحدثتها البنوة. الآن يجب أن يعني أن نلتف حول هذا المشروع الملكي للنموذج التنموي الجديد، على أساس أنه يصلح الأعطاب التي أحدثها مجموعة من الأطراف. وجلالة الملك سبق له عدة مرات أن يوجه انتقادات إلى الطبقات السياسية، وضمنها أيضا إلى الطبقة المثقفة وإلى مجموعة من يجب أن نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وأن ننظر إلى هذه الانتقادات وكأنها أو هي بالفعل محاولة لتصحيح الأعطاب التي حصلت. نعم. دكتور دريس الكنبوري، مفكر وكاتب روائي، كنتم معنا في حلقة جد غنية. شكرا. متنوعة. أنا سعيدة جدا بمحاورتك ضمن الحلقة الرابعة من بارك الله فيك برنامج آراء أكاديمية في موضوعه مواجهة التطرف وإقرار المواطنة الحاضنة للتنوع. شكرا جزيلا لكم.